بتبدأ الحلقة وهما داخلين بيونجي أوضة العمليات وأخته بتبقى معاه، فموجين بيكلمها وبيعرف إن أغمى عليه في الشغل بسبب الجفاف الشديد، فبيقول لها تعينه محامي ليه عشان يجيب له حقه، بس هي بتقلق بسبب المصاريف، فبيقول لها من غير مصاريف طبعا ده صاحبي، فبتفرح جدا. بيروح يشوف الأساتذة اللي جالهم تسمم غذائي، طلعوا كانوا بيعملوا إعلان وجالهم تسمم، فبيسألوه انت اتأخرت ليه؟ فبيقول لهم على يونجي وإنه جاله غيبوبة، وبيدوروا ورا الشركة اللي هو كان مقدم فيها واتقبل، وبيطلع إنهم بعد ما قبلوا الناس رفضوهم، فبيروح يشتغل في مكان تاني لحد ما يلاقي شغل، فبيصعب عليهم وبيقرروا يساعدوه، فبيروحوا الشركة اللي كان شغال فيها وبيقابلوا واحد من اللي شغالين معاه، وبيطلعوا شغالين في موقف عربيات بيجمعوا عربيات التسوق تاني ويرجعوها، والشغل بيبقى صعب لأنهم بيزقوا حوالي 20 عربية وكل واحدة 20 كيلو، فكده تقريبا بيزقوا 400 كيلو، والجو حر جدا والمفروض إن ليهم استراحة ربع ساعة كل 3 ساعات، بس مش بياخدوها عشان الاستراحة بعيد وهيتأخروا. بتيجي المديرة وبتشوفهم مع بعض، فموجين بيكلمها وبيروحوا يتكلموا في المكتب، فبتقول لهم إن حالات الجفاف منتشرة في الصيف عادي، وبعدين ده شغل يقدر يشتغله أي حد في الأربعينات أو الخمسينات حتى، فطبعا مش بيعجبهم الكلام وبيقولوا لها عايزين نشوف الكاميرات، فبترفض لأن الشركة اللي ماسكينها أجانب فلازم يوافقوا الأول. بنيجي ليونجي واللي بيفتكر لما كان بيحتفل مع ابن أخته بعيد ميلاده وكان جايب له حصالة عشان يحوش فيها ويديها له في عيد ميلاده، فموجين بيتكلم مع أخت يونجي وبنعرف إنها قلقانة أحسن ما يفوق وبتبقى مضغوطة، فيونجي بيقول إن الأحسن إنه يموت، وحتى لو فاق فهيبقى مديون بفواتير المستشفى والكارت بتاع الطلبة اللي واخده، وإنه كده كده كان بيفكر دايما إنه لو نام وما قامش هيبقى أحسن له من العيشة دي، فموجين بيحاول يقنعه يرجع بس بيفشل وحالة يونجي بتتدهور، بس بيعمل عملية وبيبقى كويس، وغيونيو بيبقى بعت رسالة لمكتب الشركة الأساسي بس محدش بيرد، فبيتصل بيهم وهما بيحولوا البريد الصوتي، وموجين بيبقى عايز يقنع يونجي يعيش بس مش بيبقى لاقيه، فبيقولوا له طب ما تسأل الجنرال عليه، فبيقول لهم انه مش بيظهر لما بيكون عندي استفسارات، فهونجو بتقول لهم عندي فكرة وبتلعبهم موجة تقريبا، فبيفشلوا طبعا، فبتقول له هو بيظهر لما بتبقى قربت من الموت وبتبقى عايزة تكهربه بس بتقول حرام، فبيروحوا ماسكينه هما الاتنين خانقينه، فبيغمى عليه وبيلاقي نفسه بين رجل جنرال، فبيسأله ازاي يساعد يونجي، فبيقوله انا ما بساعدش احياء، فبيقوله انا كل ما اجي اكلمه بيختفي، فبيقوله يمكن في اماكن هو عايز يروحها مثلا، وبيرجعه تاني، بيفوق بيلاقيهم كانوا لسه هيضربوه، فبيقول لهم هو قال لي انتوا تقدروا تساعدوه من غيري، فبيروح غيونيو يشتغل في الشركة دي ويصور نفسه هناك وضغطه بيعلى وضربات قلبه بتزيد من الحبة الصغيرين اللي اشتغلوا، وبيدوا زميله مشروب عشان الحر بس بيرفض عشان ما يحتاجش يدخل الحمام، وبيقول لهم ان الشركة اهتمت بيهم شوية بعد ما المحامي كلمهم بس رجعوا تاني زي الاول، وبينزلوا الفيديو وهما بيقولوا ان في عامل في العشرينات انهار وجاله جفاف ولسه في المستشفى من المسافات والجهد المبذول في درجة الحرارة العالية دي، وان الاستراحة بتبقى 15 دقيقة وهما مش بياخدوها، وكمان المية بعيدة عنهم جدا. المهم بيرفعوا الفيديو وتاني يوم بيلاقوا تعليقات غريبة جدا من الناس، اللي يقول ما يشرب مية واللي يقول شباب اليومين دول متدلعين أو عنده مشكلة صحية وهكذا، فبيروح موجين يسأل أخته عن الفحص اللي لسه عامله، فبيروحوا السكن اللي واخده وبيدوروا هناك، فموجين بيشوف صورة للمحيط في أوضته مكتوب تحتها حياة أفضل، وبيلاقوا الفحص الطبي وبيبقى كويس ومفيهوش حاجة، بيروحوا المكتب وبيشوفوا واحد معلق على الفيديو كاتب إنه يعرف يونجي وإنه شخص كويس وشاطر جدا في شغله. تاني يوم موجين بيقدم ورقة تعويض العمال، والرئيس التنفيذي بيرد على رسالة غيونيو وبيقول له إنه هيدفع مصاريف المستشفى كاملة وهيقدم لهم الدعم الكامل، فموجين بيروح يقول لأخته بسرعة وبيروحوا مع يون شين يشوفوا خالد وبيديله لعبته عشان اكيد ملان وبيمشوا، وبيبقى يونجي اصلا جاي يودعه، فموجين بيقول له وعدك لابن اختك انك هتوديه الملاهي واختك اللي قلقانه عليك دي وبتفضل سهرانه جنبك، وبيقول له تعالى ورايا عايزك في مشوار، وبياخده في عربيه حمراء جميله جدا سقفها بيتفتح، وبيروحوا المحيط يتنططوا هناك وبيبقوا مبسوطين جدا، وبيقول له فاكر عزومه الفراخ على النار انا بوفي بوعدي دايما انت بس قوم، وبيحاول يقنعه يقوم ويذاكر ويبقى محامي عمال وهو يشغله معاه. اخته في المستشفى بتوريه تعليقات الناس اللي بتدعي له وعايزاه يقوم، وبيتكلموا عن يون جي في التلفزيون وواحد من المشاهير بيشارك الفيديو بتاعه، فناس كتير جدا بتشوفه، ويون جي بيرجع لوعيه واخته بتفرح جدا. بعد شهر هوي جو وغيون يو بيخرجوا مع بعض، فهي بتقول له خلينا ننهي علاقتنا دي، فبيتصدم وهي بتقول
ويبقى النهارده أول يوم لينا كثنائي. أنت أبهرتني الصراحة لما كنت بتزق العربيات وأنت بتتكلم إنجليزي حلو، ولما حطيت فلوس في حصاية يوتشيري فبيحضنها وبيبقى فرحان جدا وبيتنطط. بيقابلوا يونجي وموجين وبيبقى عازمهم على فراخ وبيشربوا نف، فالتانيين بيعملوا نف وهم حاكسين ايديهم، فبيعرفوا انهم بدأوا يتوعدوا وبيفضلوا يعملوا قلوب كتير وهما بيلفوا الناحية التانية ويسيبوهم. يونجي بيقول لموجين هاي هتدفع لي قد ايه لما اشتغل معاك؟ فبيضحك وبيقول له مش كل الناس اصلا زيي تقدر تعدي الامتحان في سنة. وبيفضلوا يضحكوا ويتكلموا مع بعض وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.